السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وتلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم غنشارك معكم وجبة سرية كتحضر بسرعة، يمكن لكم توجدوها لوجبة غداء او عشاء، الا وهي غراتان بالبطاطس والشوفلوغ اللي هو القرنبيط. كتحضر بسرعة بدون بشاميل بدون لحوم، وغادي نرافقو كذلك بعصير اقتصادي. كنتمنى انكم تتبعوا تفاصيل الفيديو من الاول الى الاخر. وإلا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه وعجبكم المحتوى ديالها، فكنتمنى انكم تشتركوا وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد فضلا وليس امرا. وكنشكركم كذلك على تعليقاتكم المحفزه وعلى دعمكم ووفائكم المتواصل. غادي نحتاج كمية من البطاطس مقطعة مربعات متوسطة مسلوق في ماء مملح. وغادي نحتاج كذلك كمية قليلة من الشوفلوغ أو القرنبيط مسلوق كذلك في ماء مملح. غادي نحتاج 4 حبات من البيض، كأس إلا ربع من الحليب، القزبور المعدنوس مفرومين، الجبن الأحمر، وكذلك الثوم المفروم. غناخد هاد المول اللي دهنته بالزبدة، غادي نضيف فيه البطاطس مسلوقة طبعا مع الملح. غادي نوزعو في المول كما غتلاحظوا. ثم غادي نضيف كميه قليله من الشوفلوغ، يمكن لكم تضيفوا الكميه اللي بغيتو. بالنسبه كذلك الكميه ديال البطاطا او البطاطس كتبقى على حسب افراد الاسره. غادي نوزع الشوفلوغ فوق البطاطس كما غتلاحظوا. ثم في هذا لوبول غادي نوضع 4 حبات من البيض، القزبور المعدنوس مفرومين، وكذلك الثوم مفروم. ثم غادي نضيف الجبن الاحمر، ثم غادي نضيف القليل من الملح، ثم القليل من الابزار، ثم الحليب. غادي نطرب جيدا هاد المكونات. في هذه الاثناء شعلت على الفرن. ثم غادي نفرغ خليط البيض فوق البطاطس والشوفلوغ كما غتلاحظوا. ثم غادي ندخل الكراتان للفرن ساخن من القبل حتى كياخذ اللون الذهبي. وغادي نضيف كذلك كميه اخرى من الجبن الاحمر. ولتحضير العصير غادي نحتاج 5 حبات من المندرين اللي حيدت ليه القشره ديالو فقط وقطعته الى قطع صغيره. غادي نحتاج 4 حبات من الموز اللي ضفت ليه عصير نصف ليمونه حامضه. غادي نضيف كميه من الماء على المندرين كما غتلاحظوا. ثم غادي نطحن الكل. بالنسبه للعصير الليمون الحامض اللي ضفت الموز كيحافظ على اللون ديالو وما كيتغيرش، في نفس الوقت كيعطي مذاق رائع للعصير. غادي نطحن المندرين ثم غادي نضيف الموز. بالنسبه لهذا العصير كيجي رائع ومنعش في نفس الوقت اقتصادي. فرغت العصير في هذا اللوبول لان الكأس عامر بزاف. ثم غادي نطحن جيدا. غادي نضيف الكميه المتبقيه من العصير الليمون الحامض، ثم غادي نضيف كميه اخرى من الماء. بالنسبه للماء كيبقى لكم الاختيار، كتضيفوا الكميه اللي بغيتو.
من بعد ما طحنت العصير غادي نصفيه في الصفايه كما غتشوفوا. كناخذ ملعقه وكنحرك بها العصير باش كيتصفى مزيان. غادي نكمل بنفس الطريقه ونمروا للشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال الكراتان، كيجي لذيذ بزاف. غادي نقطع القطعه من الكراتان باش تشوفوه. كنتمنى انكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم لانه كيستحق التجربه. كراتان سهل ولذيذ بمكونات في متناول الجميع، وبالنسبه كذلك العصير كيجي لذيذ بزاف ومنعش. كنتمنى انكم تجربوه بهذه الطريقه. الى اللقاء، الى الوصفه المقبله ان شاء الله.